مساء الخير. اعرفكم بنفسي، الاسم وليد مصطفى، المهنه مصلح اجتماعي. مصلح اجتماعي من كتر ما اصحابي بيتخانقوا وبيدخلوني في علاقاتهم عشان هم بيتصالحوا او يحكوا لي ملابسات القضيه، وانا اصلا مش مهتم، وببقى يعني مكسوف اقول لهم ان انا مش مهتم. يعني الناس كلها في العلاقات يا مرتبطه يا سنجل، الا انت يا مقموصه يا متخانقه. انا في حياتي ما شفتش علاقه مكشوفه كده. انتوا لو اتنين مشاهير مش هنبقى متابعينكم بهذا الشغف والله العظيم. وانتوا عندكم قناعه هنا ان انتوا محسودين، وده بقى اللي جالطني. انتوا كميه الخناقات اللي بتتخانقوها يعني تعتبر عدد خناقات بين بلدان ممكن تقوم بينهم حروب. الخناقات دي عايزه متحده، مش عايزه مصلح اجتماعي ولا مصلح اسره ولا حد صديق. وكميه الاعداد اللي اتعملت لكم علشان تتصالحوا هي اعداد مثلا ممكن تعمل كوميونتي. كميه الناس اللي في هذه الاعداد ممكن نلمها، نعمل لهم جروب اسمه جروب اللي بيصالحوكوا، جروب المحبين او الحاسدين بعد ما تتصالحوا. لان اي حد بيصالحكوا بعد ما بتتصالحوا بتقلبوا عليه، انا ما اعرفش ليه. وكل خناقه ليكي لازم تصريحات صحفيه. انت بتعاملي نفسك معامله المشاهير، يعني لازم تصريحات قد ايه الرجاله وحشه، قد ايه الرجاله خاينين، وقد ايه انت طيبتك هي ضعفك ونقطه ضعفك ولازم تبطليها لان انت طيبه في مجتمع الاشرار. كفايه غلب، ابوس ايدك، كفايه غلب. انتوا الناس كلها اتدخلت بينكم، الناس كلها عارفه اسباب خناقاتكم، امتى هتعرفوا ان كده غلط؟ وبرده اللي جالتني ان انتوا فاكرين نفسكم محسودين، ان مشكلتكم ان انتوا يا حرام محسودين. والمضحك بقى ان انتوا بعد ما بتتصالحوا بينزلك ستوري يقول لك ويلكم باك، او انت تنزلي له ويلكم باك، وانتوا الاثنين بتريشر لبعض. مبسوطين من ايه؟ ما هو ويلكم باك انتوا كنتوا مسافرين؟ في حد كان مسافر؟ لا ده ويلكم باك من البلوك ليست يا مهزئين. ايه السعاده؟ ايه اللي ريشر؟ ايوه ويلكم باك، انا رجعت، ام باك. جيس وات؟ اي ام باك. باك منين؟ ما انت كنت في البلوك ليست مرمي انت ولا هي. ما تتخانقوا بهدوء، بلاش ستوريز عشان احنا بنقعد نتجلط ونضحك في نفس الوقت. بعدين محتاج حد يفهمني حاجه، الفيسبوك عامل سنجل ان ريليشن شيب ماريد كومبليكيتد. انتوا فاهمين يعني ايه اتس كومبليكيتد اللي بتحطوها؟ يعني انت بتخري قدام المجتمع كله واي حد هيجي عندك على الفيسبوك او في اي حته ان انا في علاقه معقده مركب مش مظبوطه. طب ليه؟ انت ممضي عليكي ورق، ممسوك عليكي زله، ليه؟ يعني انا اتس كومبليكيتد دي الحاجه الوحيده اللي افهمها، ان انت تبقى راجل متجوز ونفسك تطلق بس مكتوب عليك قايمه، مكتوب عليك كمبيالات، انت هتقلع عملت لو طلقت، انت هتتسجن فوقتها يا معلم انا معاك، انت في موضوع معقد وانت اللي دخلت نفسك فيه. فايتس كومبليكيتد. لكن انت عامله اتس كومبليكيتد اللي هو اي اتنشن عايزاه من المجتمع. يعني انا لما بتعمل لي، لما بشوف واحده اتس كومبليكيتد بقعد افكر يعني ايه اتس كومبليكيتد؟ يعني ايه؟ مش فاهم. بعدين يا جماعه، هو انتوا ليه بتصالحوا على الفيسبوك وتتخانقوا على الفيسبوك وستوريز الانستجرام؟ ليه؟ هو مفيش تليفون، مفيش مقابله، انتوا فيرتشوال؟ هو انتوا متخيلين ناس وانتوا مش مرتبطين بجد؟ يعني ليه كل العلاقات دلوقتي بقت على الفيسبوك والانستجرام؟ ده حتى في ممثلين وناس مشهوره بتعمل كده. ليه لما تتخانقي معاه تنزلي ستوري احنا مال ابونا بالعلاقه الملزقه دي؟ ما كده انت ما بتخشيش العلاقه بنفر، انت بتخشي باربعه خمسه. انت بتخشي لوحدك ومعاك 4 صحباتك بيبعتوا لك بوستاته ويقولوا لك اخباره، ولو اتصور مع بنت ثانيه يبعتوا لك صورته مع البنت الثانيه يقولوا لك مين دي، بيسخنوكي. بس انت فاكره ان انت بتخشي العلاقه بنفر؟ انت بتخشي باربعه. تقعدي تحكي لهم بالليل كل اليوم كان عامل ازاي والدنيا كلها كانت عامله ازاي، وبعدين ايه ده؟ انا محسود، اكيد في حد حاسدني من بره. ما تخشي بنفر العلاقه، او بلاش تخش انت بالذات، بلاش تخشي علاقه. عشان انا وليد مصطفى، مصلح اجتماعي، مصلح اسره، مصلح اجتماعي، مش مهتم ولكن مصلح اجتماعي بالعافيه. ده اسمي الجديد. شكرا.